السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ بقالي فتره كبيره بيجيلي اسئله على انستجرام كلها بتدور حوالين موضوع واحد. انا جالي عرض عمل من كندا، عايز اعرف اذا كان عرض العمل ده حقيقي ولا نصب. نفترض دلوقتي ان انا بدور على النت ولقيت اعلان في شركه طالبه ناس في التخصص بتاعي، بس انا ما اعرفش الشركه دي شخصيا، يعني انا ما اعرفش عنهم اي حاجه. فدخلت وعملت ابلكيشن وقدمت وردوا عليا وبعتوا لي عرض عمل. اعرف ازاي اذا كان عرض العمل ده حقيقي ولا حاجه ضرب وحاجه نصب؟ انا هنا هقول لك على التصرف اللي انا هتصرفه ازاي، وجايز يكون ده مش كل حاجه، وجايز يكون ده مش احسن طريقه، لكن ده اللي انا الخطوات اللي انا هاخدها. اول حاجه هدخل على الويب سايت بتاع الشركه دي، اشوف التاريخ بتاعه، احاول اعرف الشركه دي بتشتغل في ايه وفاتحه بقالها قد ايه، واجيب تاريخ الشركه دي من الاول للاخر. هحاول اتواصل مع حد من عن طريق الايميل بتاع الشركه اللي موجود على الويب سايت، واقول لهم والله ان انا جالي اوفر من الشركه بتاعتكم من الشخص الفلاني وكذا كذا كذا، واقول لهم تفاصيل الاوفر، هل الكلام ده حقيقي ولا لا. حاجه كمان، هاخد رقم التليفون وهتصل بالتليفون واقول انا في جالي كذا كذا كذا، وهقول نفس الكلام اللي انا قلته في الايميل. هدخل على جوجل مابس اشوف الشركه دي مكانها فين، اشوف رقم تليفونهم مطابق للي موجود على الويب سايت ولا لا. هدخل على لينكد ان، هحاول اجمع اكبر معلومات ممكنه عن الشركه اللي بعتالي الاوفر، وهحاول اتواصل مع حد منهم شخصيا عشان انا اعرف ان فعلا الاوفر ده طالع من الشركه، مش حد بيتكلم باسمهم او بينصب باسم الشركه. دي اول خطوه، دي اللي انت المفروض تعملها. طيب نفترض ان انا لقيت كل حاجه تمام وما عنديش اي مشكله خالص. الخطوه الثانيه اللي انا هعملها، هعمل استشاره مع مستشار هجرة معتمد من وزارة الهجرة الكندية. مستشار الهجرة هو أكيد عنده آليات أحسن بكتير من إن أي شخص تاني مش متخصص إن هو يقول لك ده عرض العمل ده حقيقي كمل معاه، أو لا ابعد عنه، ده ممكن غالبا بشكل كبير يكون نصب عشان كذا وكذا وكذا وكذا. الاستشارة هتكلفك كام؟ أعتقد ممكن معاك من $80 لحد $150 $200، وفي أكتر من كده كمان. ده طبعا هيكلفك شوية فلوس، لكن طبعا مش هتكون مقارنة بالنسبة لو في حد بينصب عليك أو خلاك تسيب شغلك أو خد منك فلوس وهكذا. تعال نتكلم عن شوية مؤشرات كده تبين لك إذا كان العرض العمل ده ممكن يكون حقيقي أو نصب. مبدئيا كده يا جماعة، يعني أو خليني أقول على حد علمي وعلى حد علم كل الناس اللي حواليا اللي سافروا بتصريح عمل، مفيش شركات هتجيب ناس من بره عشان يجوا يشتغلوا كاجوال وورك. الكاجوال وورك اي حد ممكن يشتغله، اي حد ممكن عادي يشتغله، حتى لو في حاجه محتاجه تتعلم فيها شويه، اخرك اسبوع او اسبوعين. يعني كاجوال ورك مش محتاج تخصص معين عشان تشتغل فيه. للاسف بلاقي رسائل من ضمن الرسائل اللي جات لي ان في ناس جاي لهم عقود عمل يشتغلوا حاجات كاجوال ورك، فده طبعا مش منطقي. وبرغم كده انا ما اديتش رايي، ما اديتش لا ده نصب او لا ده حقيقي. للاسف انا السؤال ده ما اقدرش اجاوبك عليه بشكل مباشر او بشكل واضح او بشكل قاطع، لان ببساطه انا مش متخصص. انا كان ليا تجربه ان انا جيت كندا بتصريح عمل في الاساس اصلا، لكن ده مش معناه ان انا اقدر اقول لك انا اذا كان ده عرض حقيقي ولا لا، لسببين. السبب الاولاني ان انا ما اعرفش اي تفاصيل عن، لا اعرف تفاصيل شغلك، ولا اعرف الشركه اللي بعتالك، ولا اعرف هي فين، ولا اعرف اي حاجه، ما اعرفش تفاصيل اي حاجه. السبب التاني وده الاهم بقى، ان انا زي ما قلت انا مش متخصص. يعني حتى لو انا عندي المعلومات دي كلها، انا برضو هبقى عندي نفس الحيره، هو ده عمل حقيقي ولا ده حاجه نصب؟ خصوصا ان موضوع النصب ده بدا يعني يتطور بشكل كبير جدا الفتره يعني كل فتره كده بتلاقي الموضوع بيتطور، النصب بيتطور. جايز يكون الدنيا بتتغير، جايز يكون في حاجات انا ما اعرفهاش، انا اكيد ما اعرفش كل حاجه في الدنيا يعني، لكن انا بكلمكم انا شخصيا. انا بالنسبه لي لو شفت اي عروض عمل كاجوال وورك، لا ده مش حقيقي اكيد، لان هنا في ناس كتيره جدا تقدر تعمل الشغل ده. حاجه كمان، ودي واحد صاحبي بقى شخصيا يعني بعتها لي، كان اعلان برضو اللي هو سافر كندا وفي مش عارف حجز شقه، هيدولك شقه وهيدولك مرتب تقريبا داخل في حدود $80,000 في السنه، وبرضه كان كاجوال وورك. صيغه الاعلان ذات نفسها تحس كده اللي هي اعلانات بتاعت السفر للخليج زمان. فطبعا ده بالنسبه لي ما كملتش حتى الاعلان، وقلت لا طبعا ده مش حقيقي. $80,000 ده ما بيتاخدش غير لحد في تخصص معين، يعني انت بتعمل مهنه معينه. انا ما شفتش، ما اعرفش اي حد بيشتغل في الكاجوال وورك بياخد $80,000، والا كانت ناس كتيره اشتغلت فيها، والا بقى ما كانش في ناس اساسا بتشتكي من الاسعار والحياه غاليه والفلوس ما بيتكفيش والكلام ده. فدي مؤشرات من الحاجات اللي هي تبين لك ده حقيقي وده مش حقيقي. طيب ليه الشركات اصلا بتجيب ناس من بره وبيجيبوا مين اصلا يعني؟
الشركات بتجيب ناس من بره اللي هم عندهم خبرة في حاجة معينة مش موجودة في البلد، ايا كانت ايه هي بقى الحاجة دي. فيوم ما في شركة بتكون عايزاك من بره، انت لازم يكون عندك الخبرة او الحاجة اللي مش موجودة عندهم. هما مش بيبقوا باصين لك على ان هم عايزين ياخدوا منك فلوس 1000 او 2000 او 3. عشان كده كل الناس بتقول لك ان لو في حد بيطلب منك فلوس عشان يسفرك ابعد عنه، لان ده اكيد نصب. وانا متوافق تماما مع الرأي ده. وان كنت برضو انا معرفش، جايز يكون في شركات بتاخد فلوس وبتسفر وتجيب عقود عمل، الله اعلم، معرفش. بس انا لو اتحطيت في الموقف ده وحد طلب مني فلوس هرفض رفض قاطع، لا مش عايز. لان زي ما قلت الشركات اللي هي بتجيب ناس من بره هي عايزة الخبرة بتاعتك، مش عايزة الفلوس بتاعتك. انت يوم اصلا لما بتلاقي شركة معفنة جدا ومش عايزين يدفعوا عليك اي فلوس ولا يدولك تذاكر طيران ولا فندق ولا الكلام ده، هيقول لك احنا هندي لك كل الورق اللي يساعدك ان انت تطلع تصريح العمل، ولكن انت تكفل بمصاريفك كلها. يعني حتى تصريح العمل اللي هو ممكن تقريبا تكلفته $150 باين او حاجه، يقول لك خش انت ادفعه. يعني هم مش بياخدوا منك الفلوس، تمام؟ انت اللي بتخلص اصلا ورقك بنفسك، بتدخل تعمل ابلكيشن وكل الكلام ده، وهم بس بيدولك الورق اللي الحكومه بتبقى طالباه من الشركه. طيب انا سافرت ازاي؟ انا كنت اتكلمت في الموضوع ده من سنه، بس معلش خليني اعيد على الكلام ده تاني. لما جيت اقدم في الشركات، انا رحت على الشركات اللي انا عارفهم بنسبه 100%، مش 99%. لا، انا عارف الشركه اللي انا قدمت فيها بنسبه 100%. بل بالعكس كمان، انا في ناس عارفهم جوه الشركه دي شغالين، مش عارفهم شخصيا بس عارفهم من على لينكد ان، ناس شغالين في المجال بتاعي. فانا عارف ان الشركه دي حقيقيه، الشركه دي موجوده، الشركه دي هي اساسا كان بالنسبه لي هدف من اهدافي ان انا اشتغل في الشركات اللي زي دي. فلما جيت اقدم في الشركات، قدمت في شركات انا عارفها بنسبه 100%. حتى لما كنت بقابل شركات صغيره او شركات مش معروفه قوي بالنسبه لي، ما كنتش بقدم فيها، وده لسببين. السبب الاولاني ان ممكن تكون دي شركه نصب، دي شركه مش حقيقيه. السبب التاني والاهم بقى هو ان طالما الشركه صغيره فهم مش هيقدروا يجيبوا حد من بره، لان عشان الشركات تجيب حد من بره لازم يكون في مواصفات معينه في الشركه دي، لازم يكون في اجراءات كتيره عملتها الشركه عشان تقدر تجيب حد من بره. يعني مش اي شركه تقدر تجيب اي حد من بره، لا. يبقى كده احنا عرفنا انا ازاي قدمت وازاي قدرت اخد عقد عمل من شركات في المجال بتاعي. ما روحتش على اعلانات عشوائيه على النت وقدمت كده وخلاص وزي ما تيجي تيجي. بس كده، ده تقريبا كل اللي اقدر اقدمه، او دي كل المعلومات اللي عندي ليها علاقه بموضوع السفر بعقود العمل وتصريح العمل. الفكرة باختصار، اعمل انت الريسيرش بتاعك، دور كويس على الشركة اللي بعتلك عقد العمل، اعمل استشارة مع حد متخصص يقدر يفيدك، يقولك ايه الصح وايه الغلط بس. والتوفيق من عند ربنا ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا ويكفيكم شر النصابين، يعني ويكفينا كلنا يا رب جميعا شر النصابين. بس لحد الفيديو الجاي اشوفكم بخير، سلام عليكم.